السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك 5 علامات قد تدل على غضب الله. وفقًا للفهم الإسلامي، أولاً، الاستمرار في الذنوب دون الشعور بالندم. عندما يرتكب الشخص الذنوب مرارًا وتكرارًا دون إحساس بالندم أو الرغبة في التوبة، قد يكون ذلك علامة على غضب الله أو استدراجه له. الابتلاءات المتكررة دون صبر أو توبة، المصائب أو المشاكل المستمرة التي لا تكون سببًا في العودة إلى الله أو مراجعة النفس، قد تكون تحذيرًا من الله. الحرمان من البركة في الحياة، إذا كان الشخص يعاني من نقص في البركة في ماله أو صحته أو وقته، فقد يكون ذلك نتيجة لسوء تصرفاته أو ابتعاد عن طريق الله. الشعور بالقسوة في القلب، عندما يفقد الإنسان الإحساس بالتعاطف أو الرحمة تجاه الآخرين، أو يجد صعوبة في القيام بأعمال الخير، فقد يكون ذلك إشارة إلى غضب الله. أما فقدان الرغبة أو القدرة على الصلاة، قراءة القرآن، أو القيام بالأعمال الصالحة، يمكن أن تكون علامة على الابتعاد عن رضا الله. في كل الأحوال، التوبة والدعاء إلى الله بصدق هما السبيل إلى رفع غضب الله والعودة إلى رحمته. من العلامات التي قد تشير إلى غضب الله على الإنسان، وفقًا للتعاليم الإسلامية، سكت الرضا بالمعصية. عندما يشعر الإنسان بالراحة أو السعادة عند ارتكاب المعاصي دون الشعور بأي نوع من التأنيب أو الخوف من الله. انتشار الظلم في حياته، إذا كان الشخص يميل إلى ظلم الآخرين وعدم احترام حقوقهم أو معاملتهم بالعدل، فقد يكون ذلك علامة على غضب الله. التسويف في التوبة، عندما يعرف الإنسان أنه يرتكب خطأ لكنه يؤجل التوبة أو يتجاهل العودة إلى الله بشكل مستمر. قلة التوفيق في الأمور الدنيوية والدينية، عدم التوفيق في المشاريع، العلاقات، أو حتى في الأمور الدينية، مثل عدم القدرة على التركيز في الصلاة أو الاستفادة من العلم. الانحراف عن القيم والأخلاق، التخلي عن القيم الإسلامية والأخلاق السليمة بشكل تدريجي، والانجراف وراء الشهوات والملذات، قد يكون دليلاً على أن الله قد ابتعد برحمته عن الشخص. من المهم دائماً أن نتذكر أن الله غفور رحيم ويحب التائبين. حتى لو ظهرت مثل هذه العلامات، فإن العودة إلى الله بالتوبة الصادقة والعمل الصالح هي السبيل لاستعادة رضاه. لا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم